خبر عاجل. رغم الإدانة ديال المغرب للمجازر ضد الاحتلال في غزة، ودعا في قمة العربية إلى دعم غزة، فإنه يوم أمس واحد الخبر اللي هو لا يستوعب. لأول مرة في التاريخ ديال المساجد ديال المغرب تدخل السلطة المغربية إلى مسجد العتيق في مدينة زايو، أخرجوا المصلين وأطفأوا الأنوار، أطفأوا الضوء. والسبب هو أن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة دعت إلى تلاوة القرآن ما بين العشاءين من أجل نصرة لغزة. فدخلوا وأخرجوا المصلين. علاش؟ باش ما يقراوش القرآن. أخرجوهم بعد صلاة المغرب، لأن ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء كانوا الناس مجموعين من أجل تلاوة القرآن ترحما على الشهداء ونصرة لغزة ورفضا لهذا التطبيع.